الزمالك يفوز على سموحة في مباراة تكتيكية صعبة جدا من جانب سموحة. وهنا لازم اتوقف واشكر الاتنين مدربين، سواء معتمد جمال في تغييراته باستثناء تغيير بزيرة، لان في الاخر دي اخر اللحظات دي كان لازم بزيرة يبقى موجود عشان الهجمات المرتدة، هو اللي بيعرف يقف على الكورة، هو اللي بيقدر يلاعب لعيبة الزمالك، هو اللي بينقل والجون جاي بسببه. والشوط الاولاني عامل 2 اسيست لشيكوبانزا اللي ضيعهم دول. كل المعلقين للاسف واخدين سكريبت لو بزيرة رجع لمستواه. طب الراجل عامل لك 2 اسيست النهارده، والشوط التاني عامل لك الاسيست اللي جه من الجول. في ناس تانية جايه بمليارات ما بيعملوش الكلام ده. اشمعنى كله عمال يزيد في حته لو رجع لمستواه، لو رجع لفورمته، لو رجع مش عارف في ايه يا رجاله؟ ما تسيبوا الزمالك بالحزن اللي فيه. حتى كمان باصين في بزيره، يعني كمان الراجل اللي هو بيدوم المتعه، وجماهير الزمالك بتستنى المتعه عشان ان الراجل ده لما يلعب. يعني الماتش اللي فات لما لعب ما كانش فيه اي ماشي تكتيكيا كويس وكل حاجه، ولكن مفيش الحلاوه، مفيش الاداء، مفيش المهاره، مفيش اللمسه، واخد بالك؟ فالراجل ده لما بيلعب بيضيف المتعه والبهجه والسرور على جماهير الزمالك. انتوا مالكوا بقى؟ هم عايزينه كده، الجماهير عايزاه كده، انتوا مالكوش فيه. ما بتقدروش تقولوا ليه على الناحيه التانيه على الصفقات اللي جت؟ ما بتقدروش تقولوا ليه على مش عارف مين ومين ومين وجايين بمليارات؟ انما هو السكريبت اتوزع عشان يفطسوا ده. لا، مش هيفطس، لان جماهير الاهلي قبل جماهير الزمالك بتحب تتفرج عليه. عايز ايه تاني؟ يعني عايزين ايه تاني؟ فيا ريت بقى تخفوا، لان دمكم تقيل قوي وشكلكم وحش قوي. وانت كل لما يجي الكوره يرقص ما بيروح عليه 3. عارف يعني ايه بيروح عليه 3؟ في واحد بيروح عليه واحد وما بيعرفش يرقصه، ده بيروح عليه 3 وبيرقصه وبياخد فاول. ورغم كده اصل الفورمه، اصل مستواه بعيد. النغمه دي شغاله من يوم ماتش الاهلي في السوبر الافريقي، فاكرين؟ ولا في السوبر المصري. ليه وخدوا السكريبت بقى وايه وهمدوا فيه؟ لا، مش هيهمد. وجمهور الزمالك عايزه كده، يعني جمهور الزمالك عايزه كده، مالكوش انتوا دعوه. يا ريت بس ايه لما واحد من اللي جاي بمليار ده يعمل ربع اللي بيعمله، نبقى نشوف ان انتوا هتتكلموا عليه ازاي. يعمل ربع بس، ياخد فاولين بس، مش هقول لك بقى يعمل اسيستات ولا يجيب اجوان ولا يعمل اجوان. بس هي دي الملاحظه اللي انا عايز اقولها، واقول لجماهير الزمالك مبروك. النهارده الزمالك بيلعب تحت اي ظروف، جاي من سفر هيلعب وهيكسب، جاي مش عارف من ماتش مش عارف ايه هيلعب وهيكسب. هتعمل له الماتش الساعه 2 وبعد كده تعملوا له الساعه 5 ومن غير جمهور، هيلعب وهيكسب وهيحرجكوا وهيخلي شكلكوا وحش، وهيخلي الناس اللي هي عماله تحارب في نادي الزمالك دي يخسروا الرهان اللي هم بيتراهنوا عليه. الزمالك ملوش ملكه، الزمالك هيفضل كده بتاع الغير متوقع. الزمالك اللي هو هتقول هيخسر النهارده هتلاقيه كسب النهارده، وحصلت في حاجات كتيره وفي ماتشات كتيره. على العموم ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله باذن الله يوم السبت بقى في مباراه الزمالك وكايزر باذن الله، والفوز للزمالك وجماهيره، واولا واخيرا الفوز لمصر. السلام عليكم.